تحية طيبة مشاهدي الكرام، ودائما في استنكارنا لقرار محكمة العدل الأوروبية وتحمل مسؤوليات الجهات المغربية المسؤولة والتي ساهمت بطريقة أو بأخرى في انتصار خصوم وحدتنا الترابية، انتصارهم علينا ومسهم بسيادة مملكتنا المغربية وبصحرائنا المغربية. وفي إطار مسؤولية عزيزة خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، اكتشفت اليوم طامة كبرى وكارثة كبرى، أن المواطن البريطاني يشتري هنا في الأسواق البريطانية السردين المغربي بأقل ما يشتريه المغربي في وطنه. المغرب يصدر سردين ويبيعه في بريطانيا، وتبيعه شركات في بريطانيا، الشركات التجارية، ويشتريه المستهلك البريطاني بثمن أقل من المواطن المغربي الذي يصدره، وبالأدلة والحجاج. هنا هذه هي يعني علبة السردين. هنا نلاحظ كلمة موروكو، أوكي. هذه هي السردين الموجود بها، وهذا هو الثمن. وهذا هو الثمن هنا 0.34 بمعنى 34 سنتيم. شركة أخرى تقريبا الفرق سنتيمين أو 3. سردين آخر ثمنه 40 سنتيم. سردين آخر دائما المغرب هنا لو تلاحظون معي في هذا المكان، أوكي، نفس الشيء هنا. موروكو، أوكي. 34 سنتيم هي ما يعادل 4 دراهم، أقل من 4 دراهم ونصف، أقل من 4 دراهم ونصف. يعني 34 0.34 بالعملة البريطانية ما يعادل 4 دراهم، أقل من 4 دراهم ونصف بقليل. تمر السردين في المغرب البلد الأم، البلد المصدر، 4 دراهم ونصف أقل حد، وهناك 5 دراهم وهناك إلى 7 دراهم. في حين المواطن، دخل المواطن العادي، الدخل العادي، أقل دخل ممكن أن يتقاضاه المواطن البريطاني بشكل شهري تقريبا 15,000 درهم، في حين الدخل المحدد بشكل رسمي، أقل دخل للوظيفة يعني للأجرة العادية في المغرب، أظن أن الحكومة حددته في 2000 أو 3000 درهم، لست متأكد بالضبط، لكن في هذه الحدود. بالله عليكم، كيف يعقل أن نشتري السمك المغربي، السردين المغربي هنا في بريطانيا بثمن أقل من ثمن بلد الأم، بلد المصدر؟ هناك خلل سيد عزيزة خنوش. بهذا المعيار الذي يباع به السردين هنا في بريطانيا، السردين المغربي المفروض أن يكون ثمنه في المغرب درهم أو درهمين. هناك خلل خطير ويجب أن يفتح تحقيق. لماذا هذا الغلاء في المغرب؟ لماذا غلاء السردين في المغرب؟ وإلى أين تذهب هذه الأثمنة الخيالية؟ وهنا ثمن 4 دراهم ونصف، نتحدث عن الشركة التي تبيعه للمستهلك بشكل مباشر.
يعني هنا 0 وهذه هي الشركة. بمعنى الموظف في هذه الشركة التي تبيع السردين، العامل العادي، أقل شيء كأجرة شهرية 15,000 درهم. هذا السردين في نفسه في المغرب، الموظف عندما أذهب إلى محل أشتري سردين، الموظف الذي يعمل في المحل بالكاد يتقاضى 2000 درهم أو 3000 درهم في الشهر. إذن هناك خلل ما، هناك تلاعب ما وخطير جدا. عندما يصبح السردين المغربي أرخص أن تشتريه في بريطانيا من أن تشتريه في المغرب، تفتح علامة استفهام: من يقوم بهذا التضارب ولصالح من؟ سؤالنا موجه للسيد عزيز خنوش لشرح هذا الأمر، وموجه كذلك إلى السيد سعد الدين العثماني، وموجه كذلك إلى رئيس الدولة الذي نثق فيه جلالة الملك، لكي يحمي المستهلك المغربي والمواطن المغربي ويجعله يستفيد من خيراته بعيدا عن المتضاربين والمتلاعبين بخيرات الشعب المغربي. وشكرا لكم.